مساء الخيرات، ان شاء الله تكونوا بخير. عايز اوصي حضراتكم كالعاده، اوعوا تنسوا الدعاء لاهاليكم في فلسطين وفي غزه. الوضع عندهم بيزداد صعوبه. ربنا يا رب ينجيهم يا رب العالمين، ويسامحنا على تقصيرنا معاهم. ده الموضوع الاكثر اهميه في حياتي وفي حياه ناس كتير دلوقتي. الموضوع التاني اللي عايز اكلم حضراتكم فيه هو في شركات اضافت بند في العقد بتاعها، او كان موجود من الاول وفي ناس بدات تاخد بالها منه بعد ما اشترت. لو الشخص اللي اشترت معاه كسيلز او كبروكر ما وضحش، اللي هو مسوق يعني، ما وضحش طبيعه البند ده اللي هو ايه. في ناس بتمنع اعاده البيع الا بعد الوصول لنسبه معينه من الدفع، او الدفع كله، او وقت معين لحد الاستلام. يعني بيبقى الشرط كده مثلا ايه، لا يحق يعني دباجه كده، لا يحق للمالك او لا يحق للطرف الاول مثلا التصرف في هذه الوحده الا بعد مثلا دفع 50% من قيمه الوحده. لا يحق للطرف الاول اتمام هذه البيعه مثلا، او بيع هذه الوحده الا بعد الحصول على الموافقه من الشركه. في شويه حاجات كده او دباجات بتقول ايه هو ده المضمون، يعني ايه ما ينفعش تتصرف فيها الا لما ترجع لي او تكون دافع فلوس معينه. البند ده في ناس كتير اشتكوا منه. انا شايفه بند كويس. ليه؟ لان الموضوع تحول لتجاره. خلينا نفكر مع حضراتكم. هحكي لكم حكايه كده سريعه انا حصلت لي. كنت بشتري حاجه من عند مطور كبير، يمكن اكبر مطور في السوق يعني. فالموضوع كان صعب جدا جدا جدا، لان الموضوع سماسرة بيخشوا يشتروا دب حاجات مثلا عمارة ولا بتاع، ويرجع بعد كده يومين ولا ثلاثة يبيعها بأوفر. وحصل ان في بعض الشباب اللي بيشتغلوا في الشركة دي بياخدوا فلوس من السماسرة كده، يعني ايه يعني. واللي حصل في الموضوع ده كان صعب جدا، يخلي الناس ما تعرفش تشتري، ويخش يحتكر الموضوع، وتخش يومين ويبيعوا، والناس تصرخ انا مش عارف اشتري، مش عارف ابيع. الحاجه كلها اتباعت، الحاجه كلها اتعملت. فاصبح ان دلوقتي الشركه بيبقى عندها مخزون من البيع، والراجل اللي اشترى الكميه المهوله من الشقق دي عنده مخزون من البيع. حلو كده. فهو دلوقتي بيحارب الشركه، لان انا النهارده هطرح تاني، فهو عنده مخزون بيبيعه باوفر ب50,000 ب100,000 ب200,000 300,000 500,000، حسب بقى كل وحده والتاني. طب الشركه كده بتتعطل، المستثمر اللي عايز ياخد حاجته ويخليها شويه ويبيعها ولا ياجرها بيتعطل. البند ده في ناس كتير تقول لك مش هعمل لك كده، بس لما يجي يلاقي حاله مثلا، واحد زي حالاتي مثلا عايز يبيع وحدته، مش بسمسر يعني. انا خلاص قعدتها سنه، قعدتها 6 شهور، قعدتها زي ما قعدتها وببيعها، وما عنديش 500 وحده، هيوافق لك عليه. انما لما الاقي عندك 9000 وحده، اعتقد مش هيوافق لك عليها. وده حقه لان ده بيحول السوق كله الى معركه. انا عايز اجري الحق عشان خاطر اخطف من بق حضرتك الوحده اللي انت عايز تعيش فيها انت واولادك، ولا انت تستثمر فيها ولا تحط فيها قرشين، عشان ابيعها لك تاني برقم تاني عشان خاطر اكسب منك، واروح تاني لسيلز تاني اشتري منه، او نفس السيلز اللي انا مظبط معاه بديله رقم معين عشان خاطر يسلك لي الوحده دي. مع ان انا شايف ان السيلز ده لو عمل كده ده حرام عليه، لان الشركه مامناه. دي امانه، الشركه مامناك على ظهرها، فانت بتدي في ظهرها. الراجل المفروض يجي لك تبيع له، ما تاخدش حاجه منه. انت عمولتك بتاخدها من الشركه يا انسان، يا محترم، يا راجل، يا محترم، يا اللي بتشتغل شغلانه محترمه. المفروض عمولتك بتاخدها من الشركه. انت بتاخد من فلوس من الراجل من تحت الترابيزه عشان تسلك له حاجه يتك بيها على الناس. ده اسمه احتكار. والاحتكار ده عندنا احنا كمسلمين حرام ان حضرتك تحتكر او تحكر واحد نوع بضاعه او سلعه على بني ادم عشان خاطر يكسب منها بطريقه مش مظبوطه، في ان هو يزود فلوس على الناس في حاجه هي ممكن توصل له بسهوله. ده ما يرضيش ربنا، وانت خنت امانه. فانا دي حاجه كده ايه لازم اقولها، ان انت خنت الامانه في الحته دي.
فالبند ده ان هو ما يبيعش لحضرتك غير لما توصل لنسبه معينه من الفلوس او وقت معين، ده بيحمي حضرتك وبيحمي استثمارك. ما تزعلش من البند ده. ولو الشركه بتحتاج موافقه، انت بتحتاج موافقه من الشركه عشان تبيع وحدتك، ولو رحت لها قلت لها انا هبيع بعد فتره علشان خاطر انا كنت بعمل كذا كذا كذا، ولا 6 شهور ولا سنه وعايز اكسب، ما اعتقدش هيقول لحضرتك لا. لان الوضع عشان يحجم الشخصيات اللي بتخش تشتري 500 وحده ويشتري عمارتين ويشتري نص المرحله ويحطهم جنبه يقعد يبيعهم منه. انا عايز اقول لكم المكان اللي انا اشتريت منه ده طلعوا قرار فجاه، ما عندهمش البند ده، ما عندهمش البند اللي بقول لحضرتك عليه ده موجود في العقد. هم طلعوا قرار فجاه ان احنا لا مش هنعمل تنازلات اصلا. يعني اللي عايز يجي يتنازل لعميل على الوحده مش هنعمل تنازلات، لان الوضع كان سخيف. الوضع كان سخيف. فوقفوا 3 4 شهور لحد ما الدنيا عملت، مع ان هي ليها حلول برضو جانبيه، بس مش تضمن حقك انت كعميل مشتري. فالبند ده انا حبيت اوضحه لحضراتكم، ان هو في مصلحه حضرتك ومصلحه الشركه ومصلحه السوق في العموم كاستثمار وكسكن، ان هو ما يخليش المشروع كمان تجاري، هات وبيع واشتري. لا، المشروع احنا اصلا في الاصل الاستثمار العقاري ده بنقوله ان احنا بنشتري وحدات ونقدر نخليها على قد ما نقدر عشان نأجرها ونستفيد بالايجار بتاعها. فالموضوع هيقلب تجاري لو احنا ما عملناش شويه ضوابط على العقود والمشروعات. دي حاجه. الحاجه الثانيه زي ما قلت لحضرتك ان انت كراجل بياع في الشركه دي، الشركه مأمناك، فخلي بالك من الامان اللي انت بتخونها. سريعا ده كده الموضوع. اتمنى اكون في فايده لحضراتكم. ما تنساش تدعي لاخواتك في فلسطين، ربنا يفكها عليهم يا رب العالمين وينتقم من اللي عامل فيهم كده. اشوفكم على خير.